كده بالله اول حاجه ورحت فضيت اول ضرفه من النيش وجبت المناديل المبلله، بتنفعني خالص في حاجات زي كده، وبمسح الازاز كويس خالص ما بيكونش عليه اي تراب. وبعد كده بجيب الطشت عندي وباخد رف رف، علشان طبعا انا ممكن ما اقدرش اخلص النيش كله، فبسهل على نفسي علشان ابن صغير. باخد رف رف ادخل اغسله جوه على الحوض، وبعد كده اطلع تاني انشفه بفوطه، وبعد كده ابدا ارصه. الفكره دي سهله خالص وبتسهل عليكي، وفي نفس الوقت لو انت مشغوله او عندك طفل صغير زي كده فبتسهل عليكي خالص ان انت تقدري تنضفي النيش من غير ما تتعبي. فضي رف رف كده وخديه اغسليه على الحوض، وبعد كده ارجعي رصيه تاني. واللي عندها ابن صغير كده زيي تقعد ساكته وما تعملش اي حاجه. بعد ما فضيت اول ضرفه ومسحتها وحطيت عندي المواعين في الطشت كده وداخله اغسلهم، فضل يصرخ. سبت كل حاجه وسبت المواعين وسبت الصيني وسبت كل حاجه، وعملت لي كوبايه كاكاو كده محترمه وقعدت جنبه وسكت. فالله المستعان، يعني هنعمل ايه؟ هو قدرنا كده مع اطفالنا. يسكت كده شويه واحاول احايله كده وارضيه، وبعد كده اكمل. طبعا شايفين انتوا الدنيا مدربكه على الاخر. السفره انا دي مضايقاني، بس بفكر بشكل كبير جدا ان انا انزلها تحت واستغنى عنها خالص، و علشان توسع عندي المكان، لان برضو المساحه بتاعه الشقه صغيره مش كبيره. واللي فوق النيش ده سجاد انا بشيله كده بفرشه من العيد للعيد، وحافظات سجاد والدولاب بتاع الاطفال والدنيا زي ما انتوا شايفين. الكراسي مكان ما كنا بنصلي وكده. فالله المستعان، هسكته او احاول ان انا انيمه واكله، وبعد كده ارجع نكمل مع بعض ان شاء الله. هدوم كده لميتهم من على الحبل علشان عندي دورة غسيل في الغسالة، هشيلها دلوقتي وانشرها. طبعا هتلاقوا صوتي متغير خالص لان انا واخده دور برد صعب جدا جدا، فوالله انا بتكلم بالعافيه. فقلت بس علشان ما اتاخرش عليكم. والناس اللي بتقولي نزلي فيديوهات كل يوم حبايبي، بحاول والله على قد ما اقدر. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا جميعا يا رب على بيوتنا وعلى حالنا يا رب العالمين. شلت كده الهدوم ونشرت دورة الغسيل اللي انا غسلتها، وحطيت كمان دورة غسيل تاني في الغسالة. يلا قوطة وبطاطس، يلا بسلة وجزر. كده مسكت اول رف في النيش غسلته كويس خالص خالص، وبعد كده جبت فوطه ومسحته كده وسبته لغايه ما يتهوى وينشف علشان باذن الله ارصه. كده ابدا امسك ظرف النيش كده ضرفه ضرفه لغايه ما اخلصهم كلهم باذن الله. طبعا شايفين الفرق بين التراب اللي على الصيني هنا فمخلي منظرها ومنظر الحاجه وهي نظيفه. فربنا يا رب يعيننا جميعا كده ويدينا شويه صحه اللي تخلينا نقدر نشيل بيوتنا وحالنا واطفالنا يا رب العالمين. كده بعت ابني جاب لي فطار، عملت فول بالطماطم وجاب لي سلطه وطعميه وبطاطس، وقلنا كده نروح نفطر انا والاولاد لغايه ما المواعين تصفى معايا كده علشان ارصها في النيش، نكون فطرنا ونكون شربنا كوبايه الشاي علشان تسلك معايا دور البرد ده اللي مش عايز يخلص. فالله المستعان، هنروح نفطر كده وباذن الله نرجع تاني نظبط النيش ونشوف يومنا هيمشي على ايه. بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك يا حبيباتي. زي ما انتوا شايفين معايا كده خلصت اول رف في النيش. بس طبعا ان شاء الله هغير المفارش دي لان هي مفارش طبعا مدتها قديمه خالص. انا برص رص عشوائي كده، يعني مش جهاز عروسه هيترص، فانا برص الرصه اللي بتريحني. وهنا كده الضرفه التانية برضو مسحتها كويس خالص، مسحت الازاز وفرشت المفارش وحطيت منظم الاطباق ده جميل جدا، حطيته كده. بحط الاطباق اللي هي بالشكل ده كلها في صف، والاطباق اللي هي التانية اللي بالشكل ده اللي بالشكل اللي انتوا شايفين معايا برضو ده في صف تاني او في منظم تاني، لان انا عندي الصيني يعني ايه عندي على كذا شكل، يعني ده شكلين وهوريكم باقي الاشكال التانية. هنا حطيت البولة بتاعت الشوربة والسكرية واللبانة والفناجين كلها، فناجين القهوة وفناجين الشاي حطيتها بالمنظر ده. هنا بقى بإذن الله
معاكم كده هبدأ ان انا ارص في الاطباق اللي هي شكل واحد. جيت بقى الرف التاني خلاص كده ظبطته معايا. طبعا في ناس هتقول لي حاولي تكسري اللون، هو انا عندي طقم الصين وطقم الميلامين والكاسات، فانا يعني بص اللي هو ايه برتب الصين كله لوحده والكاسات كلها لوحده. بس لو طبعا حد عندكم حد عنده رأي تاني يخلي منظر النيش احلى طبعا باستثناء مفارش النيش اللي اكيد طبعا باذن الله هتتغير. هنا عملت ايه، حطيت الاطباق كلها اللي شكل واحد كده، وهنا رصيت الاطباق دي من ورا علشان تدي منظر، والاطباق التانية اللي دي شكلها برضو شكل موحد حطيتها في المنظم. وعندي الطباق دي حطيت واحد هنا وواحد هنا، ونزلت اللبانه كده من فوق علشان برضو تدي منظر. وهنا الاطباق دي حطيتها كده ايه يعني عكس بعضيها علشان تدي برضو منظر، اللي هي انا ايه مش رصاها كده وخلاص. فكده يبقى انا خلصت اول رف، كمان خلصت تاني رف، الرف التالت زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا التنظيف ان في حاجه تتكسر الحمد لله ان هي جت على كده بسيطه. ففي الرف ده باذن الله هخلص طقم الصيني. انا كنت عايزه احطهم كلهم في ضرفتين بس وافضي باقي الظرف النيش لحاجات تانية، بس عندي هنا الارفف دي ازاز زي ما انتوا شايفين معايا، فانا خفت احمل عليها تتكسر باللي فيها، فقلت ايه محملش عليها اكتر من كده، ومش مشكله لو نظمتهم على 4 رفوف 3 رفوف مش 2 بس. فهخلص الرف التالت ده باذن الله وارجع لكم تاني. كده خلاص ظبطت اول صف الحمد لله ونضفته وخليته زي الفل، وكمان نضفت الصف التاني والصف التالت. هنا الصيني ما كملش معايا، فجبت اطباق السمك والاطباق اللي هي لونها ازرق دي، وبقت صيني والبونبونيره، ورصيتهم كده زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل ده. كده فاضل الرف الاخير ده، طبعا ايه عايز ليله وهيصه، فانا لغايه كده اكتفيت خالص. وان شاء الله باذن الله فيديو تاني هكمل معاكم باقي النيش، والحمد لله ان انا قدرت اوصل للمرحله دي في ظل ابني الصغير اللي انا اصلا يعني شايلاه وانا بصور لكم. عشان كده هتلاقوا كل شويه التصوير بيقطع معايا لان بيتقلب كده ويتعدل كده فالله المستعان. بس تنظيف النيش بعيدا طبعا عن الرص وشكل المفارش ما تركزوش يعني انا كده نظفت النيش من بره لغايه ان شاء الله من جوه لغايه ما اجيب باذن الله مفارش. ده اول رف كده زي ما صورت معاكم، وده التاني، وده التالت. الرف التالت انا كملت بقى الصيني هنا بس ما لقيتش الصيني خلص، فجبت اطباق السمك والاطباق اللي هي والاطباق الزرقاء دي كده وخلصتها وحطيتها هنا. اخر رف ده اللي ما صورتوش معاكم، جبت طقم الميلامين كله وغسلته كده غسله نظيفه ورحت رصيته بالشكل ده. طبعا الحاجه بتاعتي قديمه شويه لان هي بقالها حوالي 15 سنه، فزي ما انتوا شايفينها معايا كده. ربنا يا رب يعين امهاتنا وابهاتنا اللي قدروا يجهزونا ويجيب لنا الحاجات دي كلها. الرف التاني من النيش هو يعتبر خزين او تخزين المواعين، اللي هنا هو اصلا اسمه دولاب نيش تمام. فاحنا مش عرايس اللي هو هنجيب الاطقم الاشكال والالوان ورصها، انا بالنسبه لي ده دولاب بشيل فيه اي حاجه فايضه عندي. فهنا دي باقي الكاسات اللي لسه موجوده عندي طبعا بعد ما اولادي وانا كسرت كل الباقي. هي دي كميه ال اللهم صل على النبي، كميه الكاسات اللي موجوده عندي. وهنا طقم التوابل اللي في النيش ده من جوه ده مش اتساخ، ده مكان ما كنت بندهن الشقه بوهيه، فالبوهيه نقطت عليه من الناحيه التانية اللي هي من الناحيه من جوه. لكن انا كده خلصت النيش من بره من جوه بس، لكن من بره باذن الله هغسله وهخليه زي الفل. فده كده كان تاني رف. تالت رف ده هو اللي حطيت فيه عندي الحلل الزايده اللي انا ما بستخدمهاش واللبانه الزياده والترمس والغلايه وباقي الاطباق والدماسه. والرف الاخير هنا برضو حطيت فيه الحلل الالومنيوم والاطباق اللي انا ما بستخدمهاش خالص او اللي انا فايضه عن استخدامي. يعني بدل ما انتوا كل يوم تشوفوا معايا كميه المواعين اللي انا بغسلها قد ايه، فانا قلت كل حاجه فايضه عن حدها هشيلها كده كده في النيش. وانا اصلا زي ما بقول لكم انا مش عروسه جديده، يعني اللي هو ايه هدخل الناس او اللي هيدخل هيشوف النيش بتاعي فيه ايه. فالحمد لله كده نظفت كل حاجه وغسلت كل حاجه وخليتها زي الفل.
على قد ما قدرت طبعا. بالنسبه لان انا عندي طفل صغير، باذن الله كده همسح الشيش بتاع النيش من بره ومن جوه البيبان او الابواب بتاعه النيش، واخليها زي الفل. انا نظفت معاكم النيش ليه؟ طبعا انا مش بعرض حاجتي ولا حاجتي هي احسن حاجه، بالعكس انا حاجتي بسيطه جدا جدا زيها زي اي حد واقل من اي حد، بس انا حبيت اصور معاكم علشان اشجعكم. اكيد انتوا شفتوا معايا الفيديو اللي فات شكل النيش قبل وبعد كان ازاي، فانا حبيت اشجعكم واقول لكم يعني بالتالي مفيش نيش هيكون مليان تراب زي النيش بتاعي كده، فقوموا كده وتشجعوا وخلصوه. ولو عندكم تعديل باستثناء زي ما قلت لكم المفارش قولولي، لان اكيد المفارش باذن الله هغيرها واجيب حاجات جميله كده وحاجات راقيه باذن الله. لو في حاجه في الرصه معينه او في حاجه زياده او حاجه عايزه تتشال قولولي باذن الله واحنا نظبطها مع بعض. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.